يا صديقي العزيز، اهلا بك في فيديو جديد. زي ما انت شايف في عنوان الفيديو كده يا صديقي، قصه مش مهم تسمعها مره وانا في ابتدائي. فلو انت من عشاق القصص او حتى لو مش بتسمع قصص لازم تسمع الفيديو يا صديقي، لان الفيديو بتاعنا. فيلا بينا نشوف ايه القصه اللي مش مهم تسمعها دي. يلا بينا. الحمد لله الواحد دخل في مراحل التعليم في الابتدائيه على كبر، داخل على 7 سنين، وده كان لسبب، وانا ما كنتش السبب ولا اهلي كانوا السبب. الورق بتاعي كان اتظبط وخلاص خلص والدنيا كله تمام، ورحنا قدمناه في المعهد اللي في قريتنا. وخلاص الورق اتقدم في المعهد والدنيا كله تمام، والواحد خلاص بقى كلها اسبوع يعمل الحاج والدنيا تظبط، وبظبط الشنطه وبظبط الادوات الدراسيه، خلاص كلها اول اسبوع وابقى راجل خلاص في اولى ابتدائي. يجي الموقف الظريف، لقينا واحد جاي من المعهد بيخبط على باب البيت: اتفضل الدوسيه بتاع ابنك اهو. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك والله العظيم العدد بتاعنا اكتمل والعدد كان كله تمام، واحنا للاسف رفضنا اخر شويه اللي هم مقدمين متاخر. طب يا عم الحاج ما جيتش من زمان ليه؟ انا مقدم من 3 اسابيع. قال لك لا والله العظيم هو لما احنا فرزنا العدد والكلام ده كله، ده العدد اللي احنا اكتفينا بيه. ويا عم الحاج الدوسيه بتاع ابنك اهوت، وابنك مش معانا في المعهد ده. بس بقى يا باشا ابلع. الموقف الظريف اللي كان هيحصل معايا بقى ان كان هيحصل معايا نفس الموقف تاني، وكنت ادخل المعهد او التعليم على 8 سنين. تعال اقول لك الموقف الثاني الابيخ منه. جينا السنه الجايه قلنا بقى احنا هنقدم هنقدم بدري، وفعلا ده اللي حصل. قدمنا بدري بس قدمنا في في مدرسه. بقى على الدراسه قد بالظبط اسبوعين. تيجي الست الوالده اللي هي امي، ربنا يديلها الصحه طول العمر، قالت لا مش هتكمل في المدرسه. ليه يا ست الكل؟ لا انت هتدخل معهد زي اخواتك، يبقى انتوا كلكم معهد يبقى انت زيهم. يا ست الكل لا هتدخل معهد، ما انتش داخل مدرسه. طبعا رضا الام، سحبنا الملف زي الشطار، فرحنا قدمنا في المعهد الفلاني والمعهد التاني رفضوه. الله، هبلع كمان مره. مفيش حد راضي يقبلني، باين عليا ده مش وشي تعليم. المهم رحنا اخدنا الورق بتاعنا، قالوا انت هتاخد الملف بتاعك وتروح تقدمه في معهد مش في القريه بتاعتك، عشان تقدر انك انت تعدي الدنيا، عشان دلوقتي مش راضيين يقبلوك، وبعدها بعد ما تخلص السنه الاولى ابقى اسحب الملف قدمه في اي معهد كده كده هيقبلك. المهم فعلا عملنا كده ورحنا قدمنا في معهد، بس في قريه بعيده عننا، بعيده جدا كمان. انا مش عارف اروح واجي ولا حد يعرف ياخد من ايدي ويروح يوديني، وانا لسه صغنن. راحوا بقى يا باشا قدموا شهاده مرضيه ان انا راجل ما ينفعش ان انا احضر في المعهد، هاجي بس على الامتحانات. بركه يا جامع. عدينا طول السنه بتاعت اولى كلها بحضر بس هما ايام الامتحانات، هما تقريبا كانوا من 4 ل5 ايام في السنه كلها على بعضها. برضه كانت زي الفل وكان كله تمام، وعدينا احلى سنتين. طبعا خلاص بقى عندي 8 سنين وخلاص داخل على على تانية ابتدائي. بقى يا باشا المشكله بقى مش في كده، المشكله في انه انا بتقبل في المعهد بتاعي، اللي هو المعهد اللي انا استمريت فيه مراحل الابتدائيه ثم الاعداديه ثم الثانوي. هو الموقف الظريف بقى، ودي اللي هيحصل بقى، المواقف الغريبه اللي هتحصل معانا بعد كده. طيب هقول لك، انت ما ينفعش تاخد الملف بتاعك من المعهد ده توديه المعهد ده اللي في قريتك غير لما الدراسه تبدا. طبعا يا صديقي لما عشان تنقل بقى من الملف ده لحد ما الدراسه تبدا دي فيها وقت. قال لك روح المنطقه عشان تبدا انك انت عايز تحول وبتاع. هم خلصنا الاجراءات وخلصنا الحوارات دي كلها وكله كان زي الفل. عدى اسبوع كامل لا اعرف ان انا اتقبلت ولا ما اتقبلتش. لما كنا في ابتدائي كان اول يوم دراسه بالنسبه لنا هو اهم يوم في حياتنا. ليه؟ عشان تلحق الديسك. ايوه ده اهم حاجه. وللاسف يا صديقي انا ما لحقتش الديسك. ما تعيطش. في بدايه الاسبوع الثاني رحنا ان احنا نتاكد من الاسم بتاعك. انت كبقى رايح المعهد جديد او رايح الدراسه بتاعتك الجديده، بتظبط الشنطه بتاعتك، بتظبط اللبس بتاعك على شويه الاقلام اللي هو الحاجات الجديده فرحه الاطفال دي. نعمل كده ابدا والمصحف. انا رحت برنس، صحوني من النوم قال لك يلا عشان تروح المعهد. يا جماعه طب انا اتقبلت؟ قال لسه هنروح نتاكد. طب انا خلاص بقيت في المعهد، لسه هنروح نتاكد. والسؤال هنا مش ليكم ولا ليا، السؤال لاخويا الكبير: انت كنت مصحيني ليه اجي معاك اتاكد من الاسم؟ طب ما تروح تتاكد من الاسم انت. ليه افهم؟ طبعا دي معاناه بالنسبه لي والصحيان بدري. ليه اجي اتاكد من الاسم معاك؟ مش عارف والله. المهم طبعا انا مش بعاتبك والله العظيم، خلاص انا مسامحك. طبعا بقى وانت داخل على الطلاب بقى اللي زيك، العيال متقدرين يا عيني في الطابور صباح مساء ومش عارف شويه الحركات الهايفه اللي كانوا بيحصلوا لنا بيها ديت، بيقول لك كانوا بينشطوا الجسم تقريبا. انا قاعد مستغرب، يعني ما انا حضرتش اولى معاهم بقى يا جدعان، ايه اللي بتعملوه ده؟ انا مانيش فاهم حاجه. انا قاعد بقى معزز مكرم، قاعد مش واقف معاهم لان انا اصلا مش جايب زي مدرسه، قاعدين على كرسي كده وقاعد متفرج نفس القعده كده بالظبط، بتفرج على العيال اللي بيتنططوا وبس وخلاص. عيني وقعت على مين؟ على واحد. الواحد ده مين بقى يا باشا؟ ده اللي هيحصل معاه المشكله الكبيره جدا لمده 3 حلقات قدام او لحلقتين قدام. هو اللي عمال يقول لهم اعملوا يمين شمال شمال يمين، فانا رديت عليه بقول له
ايه اللي انت بتعمله ده؟ بص لي كده قال لي خليك في حالك. بس يا سيدي الطلاب بقى يخلصوا ويطلعوا بقى في الفصول، طبعا كل واحد اللي عارف الديسك بتاعه وعارف الدنيا بتاعته، ولا اعرف اي حاجه. بعدها بكام بالظبط 5 دقايق لقيت مدرس جاي ومعاه اخويا الكبير، يقول لك يلا اطلع مع المدرس يا محمد، وانا بقى ايه هروح اجيب لك الشنطه واجي. عطيه عطيه بالظبط. انا بصيت له كده، ازاي انا ما اتفقتش على كده؟ انا جاي اتاكد وامشي، انا هنا ولا مش هنا؟ انا كده اتغفلت يا باشا. طب نيجي بكره؟ قال لك لا لا اطلع بقى عشان نشوف ايه اللي انت فاتك اسبوع كامل، تشوف بقى دنيتك، تشوف المدرسين بتوعك وتشوف صحابك وبتاع. يا جدعان ده بكره، لا دلوقتي. طب انا مش لابس زي هجيب لك الزي المدرسي واجي لك بالشنطه بتاعتك وبتاع. بعدين انا بقعد اتحايل عليا شويه، فقمت انا طالع. اول ما دخلت على الفصل انا سبت الناس كلها، عيني وقعت على الشخص اللي انا بقول له انت بتعمل ايه. الواد ده هيفضل حاططني في دماغه لحد ما ينفخنا، حرفيا حرفيا بمعنى الكلمه. وللاسف يا صديقي العزيز ساعتها كنت بقول لنفسي انت ليه وقعت عليه؟ خليكي في حالي. طبعا ايه، في منهم اللي كان منبهر من الواد اللي جاي مع المدرس ده، من الواد اللي جاي الروش اللي ما حضرش طابور ده، اللي اصلا بقاله اسبوع مش موجود معانا، ولا جايب زي مدرسه ولا جايب اي حاجه. انت مين يا اسطى؟ وفي منهم اللي طبعا اللي حاططني في دماغه زي صاحبنا ده، وفي منهم اللي بيبص لي بصات غريبه لان ما كنتش انا كده اصلا. انا ما كنتش كده خالص. طبعا شعري ده كان بيجي على جنب، شعري كان صغير قد كده، ما كنتش بكبره عن كده. كنت طبعا كلبوزه، انا ما كنتش كده، كنت تخين بقى كده واللي هو ايه فاهم انت، كنت كلبوزه جامد 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 كمان. المدرس دي كانت الواسطه بتاعتي. اكتشفت يا صديقي ساعتها اللي ملوش ظهر بينضرب على بطنه. والله العظيم الواسطه دي يا صديقي هي اللي خلتني اقعد في الديسك الثالث في الفصل. ايوه، شال واحد من الديسك التالت رجعه ورا خالص. مين بقى صديقي العزيز اللي هيشيله من الديسك التالت؟ بالظبط كده يا صديقي العزيز، عيني وقعت عليه بالظبط. هو ده يا صديقي اللي هو كان اصلا رئيس الطابور بيقول لهم فاهم انت، واللي هو قال لي مالكش دعوه، واللي عينه وقعت عليه هيفضل قاصدني عشان هينفخني. ايه اللي هو يعمله يا صديقي وايه اللي هيحصل فيا؟ ولا انا اكمل اصلا في المعهد بالاسلوب اللي هيحصل معايا بعد كده؟ هو هل انا هحب التعليم باللي هيحصل معايا بعد كده ولا ايه؟ ده كله اكتر ان شاء الله يا صديقي نفضل نحكيه في سلسله مره وانا في ابتدائي وانا كنت صغير. فاتمنى ان السلسله تعجبكم، وقولوا لي ايه رايكم في اول حلقه من سلسله مره وانا في ابتدائي. كان معكم محمد يدك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو او قصه جديده. سلام. ما تجهزش انت دلوقتي، مش محتاجينك اليومين دول يا عبد الصمد.